السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الحقيقة يعني قلنا عيد الله أكبر، ملتزمين في بيتنا وفي عيلتنا، وهذا تتفرج تفتح بتشوف سيادته رايح مصلي العيد بإشراف من شيخ رز البحليب وشيخ المهلبية الصوان. قدحنا خطبة من تحت الدست عن إخدة من ابن خلدون، نظرية الارتخاء والاسترخاء. عفهم سيادته يعني إنه أنت هلأ إذا عم بتمر دولتك بشيء من الضعف، هذا نتيجة الرخاء اللي عاشته. لما بصير رخاء في البلد، إيش بيصير؟ تجي هون مرحلة إنه البلد بتصير بحالة ضعف وتردي. فنحن يعني على حسب نظرية الرفيق المناضل إمام المسجد الصوان محمد شريف الصوان يعني اسمه، يعني نحن صابنا نوع من الارتخاء والاسترخاء اللي أدت لضعف الدولة. عرفت شلون؟ يعني هو قد ما قدم لنا رخاء، عشنا هي فترة مرحلة الرخاء والرفاهية، وصلنا لمرحلة الاسترخاء. الاسترخاء يعني الشعب اللي جوا استرخى كتير يعني، وعملية الاسترخاء وصلت لمؤخرته وصار يفلت من ورا. عرفت شلون يا سيادة الرئيس؟ ايه قد ما استرخى شعبك يعني صار يفلت من ورا. فيعني هاي النظرية اللي طلع لنا فيها هذا المنافق الدجال شيخ الرز محمد شريف الصوان، يعني عم بيحكي فيها مع سيادته. طبعا عم بتملقه وببرر له. بنخلص من واحد تافه بيجينا أتفه. كان بدر الدين الحسون، هلا طلع لنا هاد، وكان هذا اسمه تبع المسجد الأموي، يطلع يجعر جعيرة مثل الحيوان. المهم بعد ما طلع من المسجد مباشرة بيلتقي بشيخ الرز رقم 2 كيميلو على باب الجامع. هلا في واحد صاحي له اطلع له على المنبر، بس في واحد تاني كيميلو ابنه للبوطي. بتملق وبقول له شلون صحة السيدة أسماء، يعني زعلان الزلمة كثير متأثر. فهون بنزل باب التجلي على بشار الأسد، التجلي كله بنزل عليه، وبيقول له يعني الصبر والمصابرة في هالوطن، ونحن تعلمنا الصبر. هذاك بقول له من الأنبياء والله من الأنبياء صبرك صبر أيوب. فهذا الصبر التاريخي اللي صبره بشار الأسد، إنه وهذا الصبر يعني إن شاء الله يعني هو عنده حلم إنه هاي راح تشفى أسماء. فبقول له يعني، وقال له إنه في سوريا في عوائل مفجوعة أكثر مني، وعوائل بتعاني أكثر. أكيد يا سيادة الرئيس، في عوائل بتعاني أكثر منك، وفي عوائل مفجوعة أكثر منك. يعني هلا أنت السيدة أسماء بدها تاخذ جرعة، بتاخذ جرعات من الكيماوي على دفعات، بينما أنت في الغوطة أعطيتنا الكيماوي كله جرعة واحدة. يعني عرفت شلون؟ جرعة واحدة قتلت فيها 1500 بني آدم. عرفت شلون؟ ودفعة واحدة، وما ميزت أطفال ونساء وشيبا وشبانا. عرفت شلون؟ فأنت يعني هلا الكيماوي راح تاخذه زوجتك على جرعات خفيفة ولفترات طويلة. ايه، ويعني ان انت يعني هلا كونك محتسب، وكون هدول صدقني مشايخ الرز بحليب، يعني طالما بدعوا لك هدول يعني صدقني رحمانيين، صلتك مباشرة للشفاء العاجل. الحمد لله انه هدول عم بدعوا لك.
أخذت حسبي الله ونعم الوكيل. لك ما بيعرفونا نرتاح، لك حتى في العيد الله أكبر بيطلع لنا مثل حمص الكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.